فيه. أما أوسخ أنواع الشخصيات الوسخة دي الشخص الوسخ الغلبان، وده ما تكتشفش إن هو وسخ إلا بعد فترة طويلة، يعني لازم تعاشر فترة علشان تكتشف وساخته دي. وساخته الوسخة جدا دي بتكمن في النقطة دي، نقطة إنه هو وسخ وغلبان في نفس الوقت. وهنا المشكلة في إنك ممكن تعاشر شخص مدة طويلة جدا وفي الآخر تكتشف إنه شخص وسخ، وتكتشف ان انت ضيعت عمرك مع شخصية وسخ. وانا هنا مقصودش الشخص الوسخ اللي هو الشخص الغدار او الكذاب او اللي بيضحك عليك او النصاب او اي صفة من الصفات دي، وانما ممكن تكون الشخصية الوسخة دي لسه موجودة في حياتك لغاية دلوقتي وانت لسه ما اكتشفتهاش. وهو ده الهدف من الجزئية دي، انه وارد جدا انك لغاية دلوقتي ما تكونش لسه اكتشفت الشخصية الوسخة الحقيقية اللي في حياتك. وغالبا الشخصية دي بتكون موجودة في حياتنا كتير جدا، واغلبهم بيكون من الذكور مش من الرجال، لان لفظ راجل ما يطلقش على اي حد ولا يستحق اي حد. واخيرا هتلاقي ان معظم الصدمات اللي خدتها في حياتك مش اشخاص بعينهم، وانما التصور المثالي واعتقادك بان كل الناس شبهك وهتحطك في نفس المكان اللي انت حاططهم فيها وهتعاملك بنفس الاسلوب اللي انت بتعاملهم بيه، فتتفاجئ برد فعل الوساخة بتاعتهم فتتصدم. علشان كده فوق دايما نفسك وقول لها لا الوم احدا حين اخذلني، وانما الوم نفسي على حسن الرجا فيه.